كم كان عمرك لما عرفت أن مقولة اليمن أصل العرب هي مقولة خاطئة؟ أسألك بالله، وأنا اللي كنت مخدوع ومش عارف بأي حاجة. ولكن أنا عندي دليل. أنت يلي تخطئني، وش دليلك؟ لا أبدا، الله المستعان، ولا عندي أي دليل، أنت بس تكلم. خلونا نبدأ بسم الله. يلا أنا بجهز الشنطة وأجي بعدك ما دام في دلائل وثائق. يلا. شايفين الشكل اللي طالع قدامكم بالصورة؟ هذا عمره أكثر من 850 سنة قبل الميلاد، وفي هذا الشكل تحديدا ذكر مصطلح العرب لأول مرة، وأيضا ذكر فيه اسم عربي، ويعد هذا الاسم أول اسم عربي. طبعا أول اسم عربي خلد لنا ولا في أسامي عربية قبل كثير جدا. أول اسم عربي خلد لنا ولا في أسامي عربية قبله؟ كيف كذا؟ أنا عايش ومش عايش. كمل ما عليك. لو نرجع للتاريخ بالضبط العام 853 قبل الميلاد، حدثت في تلك السنة ملحمة عظيمة جدا. ملحمة اسمها الزمان بملحمة قرقر، معركة عظيمة لدرجة انه تحالفت فيها 12 مملكة علشان بس تسقط الامبراطورية الاشورية الحديثة بقيادة شلمنصر الثالث. وكان من هذه الممالك ال12 اللي تحالفت مع بعض مملكة قيدار ومملكة ارام ومملكة اسرائيل وغيرها من الممالك اللي اتحدوا مع بعض علشان يسقطون هذه الامبراطورية. وقادة ال12 مملكة كثير جدا منهم بن هدد الثاني، وايضا اخاب اللي هو ملك اسرائيل في تلك الحقبة، وايضا وهذا النقطة المهمة عندنا الرجل المدعو بجندب ملك مملكة قيدار. شوف، أنا خليتك تتكلم براحتك، شفتك مندمج بالموضوع قلت والله ما قاطعك، عيب. أولا يا متابعيني الأعزاء بشرح لكم إيش قصة مملكة قيدار. هذه بالضبط مملكة قيدار هذه ذكرت في كتب التوراة اللي مكتوب فيها أن الإله ثالث ثلاثة، وسندوها أصحاب النزاعات القبلية وأخذوها وقاموا يبدأوا يطوروا نظريات دلائل. ثانيا يا عزيزي، لو اجينا إلى كلامك يعني برد عليك على حسب معتقداتك وتفكيرك أنت. استنتجت أن مملكة قيدار هي أصل العرب وممالك ملوك العرب. هل تعرف من هو هذا قيدار أو ما تعرف؟ قيدار يا عزيزي هو الابن الثاني من نبي الله إسماعيل. طيب إيش نسب نبي الله إسماعيل؟ إسماعيل ابن إبراهيم ابن سام ابن نوح بن شيث بن آدم عليهم السلام، يعني سام جد قيدار. وما دام إحنا ذكرنا سام في الموضوع أعتقد ما عاد في داعي أكمل حتى الفيديو أو ناقشك فيه، لأنه ابن أخي الصغير عارف إيش أصول سام بن نوح. هذا وإحنا ما تكلمنا عن مملكة سبأ وحمير اللي حاولت كتب التوراة إنها تمحيها بأي طريقة، ولكن لا، أنا بتكلم معاك بالعلم والمنطق. للعلم ما في أي إثبات للآن يدل على إنه في مملكة اسمها قيدر أصلا، لأنه هذا كل الكلام اللي ذكرته مذكور في التوراة وليس في الخطوط المسندية التي ذكرها السبائيون. ولو كنا نتبع ما كتب في التوراة، يلا يا متابعين هلم بنا إلى دين المسيح. يعني يا عزيزي السمية والقصة التي ذكرتها هذه مذكورة في كتب التوراة وإسناد التوراة، وأيضا قدر أو قيدار ذكرت في المسندات التي أنت جبتها على أنها قبيلة عربية. من وين استنتجت أنها مملكة العرب؟ أجمع وبالنصوص المكتوبة التي عرضتها أو عرضت عبر التاريخ لم يذكر اسم قيدار أبدا، ذكر اسم قدره، يعني ما في أي معنى يدل أن قيدار هي قدره. في فرق واضح بين قدره وقيدار، مثل القدر والقدري، لا هم نفس، بس في فرق. وما أعتقد أنه كان من الصعب على الأشوريين أن ينطقوا كلمة قيدار أو يكتبوها هكذا، قيدار أو قيدر، أو لنقل قيدرو أو حتى قودار أو حتى عبد القادر، المهم. ولكن الأشوريين كتبوها كما نطقوها ونطقها أعداءهم العرب. لذا فإنهم عندما ذكروا قدرو كانوا يعنون بالضبط اسما ينطق عند العرب هكذا. فمملكة قيدار أصلا بالسمية هذه ما ذكرت، ولا حتى هم عارفين إيش مملكة قيدار. مملكة العرب أجمع، مملكة العرب أجمع. الله أكبر. يا أخي كنت تتصل لي قبل ما تطلع تتكلم أو استشيرني. ألو، هذه يا ولد معلومات صح أو غلط؟ يعني أنا موجود 24 ساعة في خدمة أي مواطن. شغلك ما تعرف أننا المرجع العربي للعلوم العريفة التاريخية في الدول العرب، وما أسمح ولن أسمح لأي إنسان اسمه وليد يطلع يكذب غيري طبعا. أنا مسموح لي عادي لأن أنا أكذب، لكن الكذبة حقي فيها حقيقة، يعني عرفت، ممزوجة. يعني كيف يعني أنا عايش ومش كذا، يعني غير اسمك لأن سمعتي بالسوق حلوة. وأي شخص تشوفوه عنده معلومات غلط رسلوها لي وأنا أفضحه. سلام.